أستاذ يونس، عندي سؤال هيزعلك شوية. كل الناس بعد ما شافوك في مدرسة المشاغبين كان كتير منهم جدا بيعتقد ان انت فعلا ممكن تكون طريقتك في الحياة ما بتجمعش زي دورك في المسرحية. فأنا شايفة ما شاء الله ان انت إجاباتك كلها فيها استرسال وبتتكلم بطلاقة يعني. فهل ده اكتساب؟ يعني المهنة والحياة العملية والأدوار خلتك تبقى تتكلم كده باكتساب، ولا حضرتك كده من الأول؟ انت شايفه ايه من خلال الاسئله اللي انا بسالك. لا ما انت برضه سالتيني، شفتيني ان انا كلمت صح ولا ما جمعتش برضه زي لا انا بقول لك انا شايفه ما شاء الله. لا الحمد لله. هو فعلا يمكن حضرتك برضه سالته اتسال لي بتاع 400 مره. هي اما الواحد بيعمل شخصيه ناجحه زي مدرسة المشاغبين واختصرت في جملتين، ده اللي ما بيجمعش ابن الناظر ما بيجمع. طلبوني في الافلام بتاع كل ما اروح ابص على شخصيه مدرسة المشاغبين، لدرجه ان انا كنت بعترض في البلاتو لما اروح او اعترض على السيناريو واقعد مع المؤلف وانا لسه ممثل صغير. ويجي المخرج اقول له اشتكي له المؤلف اقول له لا الدور ده شبه مدرسة المشاغبين وانا مش هعمله. يعني الجمهور اللي كان بيشوفك في الحياه ما كانش حد فيهم بيعتقد ان انت فعلا ما بتجمعش على غرار دورك في مسرحيه المشاغبين؟ كان في ناس بعتقد ان انا برضو يعني لسه ماشي في الدور بتاع مدرسة، انما غلط. لا مش الادوار في الحياه العاديه. لا الحمد لله. هل في حد كان معتقد ان انت بهذه السذاجه؟ لا اللي يقعد معاه ويفهمني يعرفني كويس قوي. ما حصلش ولا مره ان حد افتكر كده؟ لا لو بقول لحضرتك الناس اللي ما تعرفنيش كانوا مفكرين انك ساذج. ممكن يفكروا ان انا كده. الشخصيه اثرت عليهم فقالوا لك ده جابوه من الحياه حطوه لك. ده انا راجل دارس. انا درست 4 سنين معهد وخرجت سنه 71 ودرست الادب العربي والادب الاوروبي والادب الامريكي والادب اليوناني والفرعوني، كل الادب ده. من خلال كل الادب ده عملت روايات مسرحيات. هم كانوا بيعتقدوا كده، انما اللي يقعد معاه ويفهمني يعرف ان هو يونس شلبي.